في الفيديو بتاع النهارده انا جاي اكلمك عن التحفه الفنيه من هواوي وهي الهواوي واتش فيت 3. انا عارف ان مش دي احدث حاجه نزلت من هواوي دلوقتي في الهواوي واتش فيت 4 والفيت 4 برو، ولكن يا جماعه الساعه دي لسه بتتباع لغايه دلوقتي واللي سعرها اتحرق في المحلات بيوصل ل 4600 جنيه. فخلينا كده نعمل لها انبوكسنج مع بعض ونتكلم عن المزايا والعيوب بتاعتها ويا ترى تشتريها ولا لا. وقبل ما نخش في تفاصيل الفيديو حابب اشكر صاحبي اسلام هو اللي اداني الساعه دي النهارده صورها، وكالعاده معاكم محمد ابو اليزيد قناه ريفيو تك، ويلا ندخل في تفاصيل الفيديو. طيب تعالوا نعمل بقى انبوكسنج للبوكس بتاع الهواوي واتش فيت 3. عندنا هنا الضمان بتاع يونيون جروب، وهم دول التعامل الرسمي مع هواوي في مصر، لان هواوي بقت موجوده في مصر بشكل رسمي. هنا الكيو ار كود بتاع الابلكيشن بتاع هواوي هيلث، ومن ورا شويه سبيكس مكتوبه عن السمارت واتش زي الشاشه وهكذا. واول ما بتفتح بتلاقي الساعة هي اللي بتقابلك، شكلها شيك جدا، وبصراحة اللون ده رايق قوي قوي. خليها كده على جنب هنجيلها كمان شوية. أول حاجة بتقابلنا في البوكس هي المانيوالز، واللي طبعا ملهاش أي لازمة، الورنتي كاردز والحاجات ديت محدش بيقراها. ونروح بقى للشاحن المعتاد بتاع الهواوي واتش فيت، وتقريبا يا جماعة الشاحن ده موحد في كل سلاسل الهواوي واتش فيت، الفيت 1 و2 و3 وتقريبا 4 برضو جاي معاها نفس الشاحن. شاحن تقليدي جدا. والناحيه الثانيه التو كونكتورز بن او التو بنز دول بيركبوا في الفيت بتاعتك تشحنها. بطاريات الفيت معروف عنها انها قويه جدا، واكيد هيبقى ده الحال طبعا مع الهواوي واتش فيت 3 من حيث البطاريه. نيجي بقى للساعه نفسها وناخد عليها نظره كده، واللي لو خدت بالك هتلاقيها شبه الابل واتش جدا. نفس الشكل بتاع الاستراب اللي خارج من البادي بتاع الساعه، نفس برضو شكل الكراون اللي في الجنب. واللي جاي هنا الساعه بتو اكسنس، الاستراب بلون مختلف والبادي بتاع الساعه بلون تاني سيلفر، والكراون بتاعه الساعه جايه بلون نبيتي كده، شكله جامد قوي. مكتوب عليه طبعا هواوي واتش فيت زي ما انتم واخدين بالكم، وبرده نفس اللون بتاع الكراون موجود في الزرار اللي تحت. موجود في الناحيه دي الميكروفون بتاع المكالمات، لان طبعا الفيت 3 بتدعم مايك وسبيكر علشان تعمل منها مكالمات عادي خالص. من الناحيه الثانيه موجود فتحتين للسبيكر علشان تسمع منها الصوت بطريقه كويسه جدا. والستراب بيركب في البادي بتاع الساعه. من هنا على الستراب مكتوب كلمة هواوي، شكلها لذيذ قوي. في استرابات كتير قوي للهواوي واتش فيت 3، ممكن انت بقى تغير تركب اللون اللي على مزاجك. في منها طبعا الوان كتير قوي. الساعة نفسها في منها لون اسود، وفي اللون دوت، وفي كذا لون تانيين. من ورا كده الظهر بتاعها يعني تحسه بلاستيك شوية. الستراب ده بتخلعه عن طريق انك بتكليك على الزرار اللي موجود من ورا دوت، والاستراب بيبتدي يتخلع. والاستراب ده يا جماعه نفس الاستراب بتاع الهواوي واتش فيت 2. لو عندك اي استراب من الهواوي واتش فيت 2 ممكن تركبه عليه، هيركب عادي خالص. من قدام كده بقى ناخد نظره سريعه على الشاشه، وده طبعا الكراون بتتحكم فيها في الساعه انك تعمل زوم ان وزوم اوت في الابلكيشنز، تعمل سلايد ابس اند داونز في اي ابلكيشن انت فاتحه. الساعه سموث جدا، ولكن مش بنفس السموثنس بتاعه الهواوي واتش جي تي 4، لان الجي تي 4 نزل لها هارموني او اس 5 خلاها سلسه بطريقه فظيعه جدا يا جماعه، اكتر من اللي احنا شايفينه هنا مع الهواوي واتش فيت 3. هنا بيبقى عندك الويدجتس اللي مفتوحه على الساعه، وهنا السايد باتن دوت، الزرار اللي تحت دوت موجود انك ممكن تتحكم فيه في التمارين بتاعتك او التريننجز بتاعتك. من فوق بتلاقي الكويك سيتنجز على السريع كده لو عايز تتحكم في اي حاجه في الساعه. وعندك هنا السيتنجز الفيرجن بتاع هارموني اس اللي نازل هنا 5.0. لو جينا كده بقى خدنا نظره سريعه على كميه الابلكيشنز والتاليف فيهم سموز وسلس جدا. عندك ويدجتس كتير قوي 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 نازله على الساعه من الابلكيشن بتاع الساعه. ممكن تتحكم وول بيبرز او واتش فيسز كتير تنزلها على الساعه بقى براحتك زي ما انت حابب. كل ده من عن طريق الابلكيشن بتاع هواوي هيلث. وكميه الكستمايزيشنز اللي موجوده في كل واتش فيس يا جماعه جميله قوي. كل واتش فيس ممكن تتحكم في اللون بتاعها، والحلو بقى ان الواتش فيس بتماتش مع الاولويز اون ديسبلاي زي ما احنا هنشوف كمان شويه. برضو ممكن تتحكم في الويدجتس اللي ظاهره عندك في الواتش فيس نفسها، لو في حاجه انت عايز تخليها معينه هي اللي تبان، زي مثلا الهارت ريت او الستيتوس بتاعه البطاريه وهكذا. طبعا البيزلز بتختفي مع الواتش فيسز السوداء زي الواتش فيس اللي احنا شايفينها قدامنا ديت. وطبعا زي ما انتم شايفين الاولويز اون ديسبلاي بيماتش مع
الواتش فيس. اي واتش فيس انت هتختارها هنا هتلاقي الاولويز اون ديسبلاي بيماتش معاها. ممكن تدور على موبايلك لو موبايلك ضايع من الساعه عن طريق انك تدوس هنا تخلي الموبايل يرن. طبعا الطقس او الويذر ممكن تتحكم فيه برده من الساعه. وزي ما انتم شايفين كده من الكراون بتقدر تسكرول في الابلكيشن. عندك النوتيفيكيشنز، عندك برده ستوب واتش، عندك انك تقيس اضطرابات القلب مثلا او كده. طبعا هي الساعه مش بترضى تقيس لان احنا مش لابسينها. عندك الميوزك ممكن تتحكم فيها من هنا. ويا جماعه صوت السماعه دي عالي وحلو جدا والكلاريتي فيه تحفه. مش هينفع اسمعكم التراك علشان خاطر الكوبي رايتس، بس الصوت بتاعها تحفه جدا ومسموعه جدا في اي مكان. من الكراون ممكن تتحكم في الصوت تعليه او توطيه. عندك هنا برضو تايمر او منبه الارم، ممكن انت بقى تظبطه على اليوم اللي انت عايزه. عندك هنا برضو التمارين ممكن تتحكم فيها برضو من هنا من الساعه. عندك طبعا الفلاش، ممكن برضو تشغل فلاش كده بينفع بالليل، وممكن تعلي وتوطي الاضاءه منه برضو من الكراون. في سليب تراكنج حلو جدا، ممكن تتبع النوم بتاعك، ساعات النوم. طبعا ممكن تتبع برضو اذا كنت انت محتاج تاخد ريكفري او كده علشان لو انت بتتمرن كتير. عندك طبعا كالكوليتور، وفي على الابلكيشن بتاع واوي هيلث ابلكيشنز كتير قوي ممكن تنزلها للساعه بتاعتك. هنا عندك سجلات التمارين بتاعتك وكمان الهارت ريت ممكن تقيسه. عندك الكومباس او البوصله، واللي هي بصراحه عمري ما استعملتها، بس في حاله انك كنت في مكان مش معاك موبايلك مثلا او كده وانت بتفهم في الاتجاهات او كده، ممكن انت تتحرك طبعا بناء على البوصله بتاعتك. في ابلكيشنز تانية تحت زي مثلا الكول هيستوري، او انك ترن على حد من الساعه وهي ممكن تخزن عليها لغايه 10 اسامي وتتصل بيهم في اي وقت، وتقدر تخزن عليها برضو ميوزك. الابلكيشن ده ممكن تحسب عليه الكالوريز بتاعتك. عندك هنا قياس نسبه تشبع الدم بالاكسجين، طبعا دي كانت بتنفع قوي في وقت الكورونا، وبتلاقي السنسورز عندك بتبتدي انها تنور، الهارت ريت وكذا سنسور بينوروا مع بعض. دي كده كل الابلكيشنز اللي تقريبا موجوده على الواوي واتش فيت 3 بكل اختصار. طبعا تقدر تتحكم في السطوع، هي فيها ادابتيف برايتنس، البرايتنس بيبقى اوتوماتيكلي، ممكن انت تتحكم فيه براحتك مانيوالي او تخليه اوتوماتيكلي. طبعا ممكن تخلي الساعه تعمل لك صوت لو جالك نوتيفيكيشن معين، او تقفل الاصوات وتعتمد على بس الفايبريشن بتاعها. طبعا الفايبريشن بتاعها حلو جدا، البطاريه هنا قويه جدا، وبتقعد تقريبا اسبوع لو انت مشغل الاولويز اون ديسبلاي، او 5 ايام بالتحديد لو انت مشغل الاولويز اون ديسبلاي. لو مش مشغله بتقدر تقعد الساعه معاك اكتر من كده شويتين، قول مثلا 10 ايام بالظبط. تشبه الابل واتش السيريس 9، لان السيريس 10 كانت اكبر من كده بشويه. مش عاجبني قوي انها الشاشه مفيش حواليها بزل من بره، لو اتخبطت في اي حاجه ممكن تتكسر. وبس كده، دي كانت كل حاجه انت محتاج تعرفها عن الواوي واتش فيت 4. هسيب لكم اللينك بتاع الشراء بتاعها تحت في الديسكريبشن. وزي ما قلت لكم في الفيديو يا شباب ان الساعه دي اكتر ساعه بتقلد الابل واتش بكل السيريس بتاعتها بقى، من اول سيريس 1 طبعا لغايه سيريس 10، علشان حته الكراون اللي فيها الديزاين بشكل عام شبه قوي الابل واتش. فانت لو بتدور على سمارت واتش تستعملها مع اندرويد او مع ايفون، بس هتاخد معاها شويه ليميتيشنز في الايفون، زي مثلا انك ما تعرفش تنزل عليها اي ابلكيشن خارجي، او ما تعرفش ترد على المسجات اللي مبعوتها لك. انما غير كده في البادجت بتاعتها الشكل المربع دوت ارشحها لك بقوه طبعا، ساعه قويه جدا جدا. وبس كده، دي كانت كل حاجه معانا في فيديو النهارده. يا ريت لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب في القناه وتفعلوا الجرس عشان اي فيديو جديد لما ينزل يوصلكم على طول. ونتقابل في الفيديوهات الجايه، والى لقاء اخر ان شاء الله. سلام.